يلا بقى تحضيرات العيد، كل سنة وانتوا طيبين. يلا نعمل العجمية وكمان العجوة الطرية اللي زي الزبدة كده بتدوب جوه الكحك، وكمان الملبن، حشوات للكحك المصري الأصيل. يلا وريكم تعملوا الملبن ازاي بطريقة سهلة وقوامه مظبوط 100%. امشوا على المقادير اللي مكتوبة في الكابشن. المية مع السكر ونقلبهم كويس يدوب تماما ونرفعه على النار. اول ما يبدأ يغلي هننزل عليه خليط النشا والمية والفانيليا وماء الورد اللي انا هكتب لكم مقاديره بالتفصيل. تدوبوا كل ده كويس وننزل عليه بقى بعسل الكلوكوز علشان هو ده اللي بيدي المطة الحلوة للملبن. قلبوا بقى على نار هادية لحد ما يوصل للون ده والنشا يستوي كويس. حطوا له رشة من ملح الليمون علشان ده المادة الحافظة. نزلوه بقى في علبة مليانة بالنشا وغرقوا وشه نشا وسيبوه على جنب يبرد. هاتولي بقى سمنة بلدي يكون مضمونة وانزلوا فيها بالدقيق. شوحوا في الدقيق لحد ما يبدأ ياخد لون ذهبي كده، وانزلوا عليه بعسل النحل وعين الجمل المجروش وكمان السمسم. ودي اسهل عجمية هتعملوها. قلبوها كده على النار لحد ما تبدأ تتقل معانا، واذا حسيتوا ان هي لما تبرد نشفت شوية زودوا لها سمنة وسخنوها في الميكرويف. بعد كده بقى هاتولي العجوة الطازة الحلوة اللي لونها ذهبي فاتح، زودوا لها السمنة والتحويجة وكمان السمسم وكوروا وجهزوا كل حاجة علشان تسهل عليكم عمايل الكحك. واستنوا بقى سلسلة وصفات العيد. وبس كده.